هذوك اللي دايرين فيها راهما فاهمين. وهذيك الاخت اللي سميتها الهام السوسيه اللي كانت بحال المحاميه ديالو وبعض الاخوات الاخرين، حنا ذكرناكم بالسميه وتقول ودي هذا السيد راه بردعنا، هذا السيد راه قولبنا، هذا السيد راه كان كيبيع وكيشري فينا. حنا كنعتذروا وحنا غنعرفوكم رجال وانكم فعلا وطنيين. اما الا سقلتوا ودرتوا عين شافت وعين ما شافت، اسمحوا لي غتبينوا للمغاربه انكم كنتوا كتعاملوا معاه وما رضيتوش حقكم. لانه هذا الموقف اللي حنا فيه دابا يا اما غتقول الحق ولا انك انت معاه ولا انك انتم ما كتمشاو معاه. انا تعمدت نذكر الاسم لانه مازال عاطينكم فرصه انكم توضحوا للمغاربه وتخرجوا تقولوا ان هذا الشخص فعلا خائن لعنه الله عليه الى يوم الدين، وانه كيتعامل مع الكراغله وانه كيتعامل مع الجمهوريين الخونه. اما خطر الشرعي ولا حركه الجمهوريين؟ جاوبوا على هذا السؤال. سير شوفوا الباج ديالهم واش كينشروا على جلاله الملك وعلى الاسره الملكيه وعلى المغاربه باش تعرفوني علاش كنهضر. ما يعرفهمش انا راه كنت معاهم في 2012 كنحارب فيهم في الباج الفيسبوكيه ديالهم اللي مشات وعاودوا حلوا وحده اخرى وعاودوا حلوا وحده اخرى. من 2012 فاش اسسنا هذاك اللي مسجون في الحبس دابا بنو تشافين الى يومنا هذا. اما خطر هما ولا هذا الشرعي هذا اللي كيجي كيفتح منصه وكنطلعوا كنسخوا الكراغله وكنزلوا بحالنا؟ هو كيتعامل معاهم وكتقول لي انا بغيت العياشه يطيحوا علينا حنا وعلى هاد الخوات لهم. الا طاحوا هاد العياشه شكون اللي غيستافد؟ غيستافدوا الكراغله وغيستافدوا الخونه. فنتمنى انكم ترجعوا الموقف ديالكم. كاع دوك اللي كانوا كيطلعوا عنده كان كيبردعهم وكيطلق لكم المايك وكيخليكم تسبوا في خوتكم وتضربوا في خواتاتكم وما خليتوا ما قلتوا وما خليتوا ما استغليتوا. بالعكس مشيتوا كتقطعوا لنا اللايفات فين خطأنا فين ما خطأناش. درتي اهانه للمغاربه، درتي ما عرف شنو. وجات الفرصه دابا تبينوا لنا فعلا واش انتم مواطنين ولا غير كان بردعكم هذا الشخص هذا ولا انتم فعلا كتمشوا معاه في نفس السياق. تحيات. الاخ ياسر واحد الكلمه. مرة ما سمعوش الاوديوات اللي يلا التحقوا لان المشاهدات دوبلات وكاين الناس اللي ما سمعوش. انا غنعاود الله يسمح لي وسمحوا لي اعتذر غنعاودهم كلهم. سبحان الله الله يعطيك الصحه. اعتذر شيخنا الفاضل. مساء النور الاخوان كلكم. فتيحه الرأي المغربي، سميره، الأستاذ سعيد، نرجس، كلكم إن شاء الله والذين يتابعوننا مساءكم سعيد. السلام عليكم. أنا تفكرت واحد القصة مما يروى فيما ذكره الأستاذ سعيد برنوس بأن الذي يبالغ في إظهار حقيقة ما أو قضية ما فهو يخفي نقيضها، يخفي ضدها. احكي لكم واحد القصه ذكرني هذا الكلام هذا بواحد القصه. وقال لك شي واحد دخل على مرته وسبحان الله غير شافته بدات كتبكي وتغطي وتدير قال لها ياك لاباس؟ قالت له ديرها واحد العصفور الطيور شافوني من الشرجم، شافوا لي شعري. الطيور شافوا لي شعري، نسيت حليت الشرجم والطيور شافوا لي شعري. قال الله اكبر، يا للايمان يا للتقوى، الله على ما اعطاني الله. هذيك اكثر من الصحابيات. دارت الايام واذا به كيحصلها مع واحد العاشق ديالها قطي. بعدوك الجرح اللي تجرح وهذاك صافي ترك البلاد ومشى وغادر ومشى لمكان اخر، شي قبيله اخرى ولا شي دوله اخرى ولا شي حاره اخرى. جبر شي واحد سارق شي حاجه للامير، ويوم يقلبوا عليه وما جبروش السارق. هاد السيد هذا اللي المراه ديالو خانته شاف واحد السيد كيمشي وكينقص في الطريق وكيحيد هكذا. قال لهم مالهم هذاك؟ قالوا له ودي هذاك راه تقي من الاحتياط عندك، يعفس على شي نمله، يقتل شي نمله. قال لهم هذاك هو اللي سرق. ما كاينش اللي سرق الامير قد هذا. فهذه القصه يعني حقيقه هؤلاء الناس يعني باسم الوطنيه وباسم حبهم للملك وباسم حبهم للوحده الترابيه وباسم حبهم، ويبالغون في ذلك مبالغه شديده. باسم ذلك تحت الدف لهم ايادي مع الخونه ومع اعداء الوطن. فاذا هم يظهرون ويبالغون في الوطنيه من اجل اخفاء عمالتهم وخيانتهم. بل انا ما نزيد نعاود لكم هذه الكلمه هذه خصها تعاود.
هذاك العجوز الذي هو مثلي أو أكثر، والذي توعد أسعد الشرعي بالنحر في الشارع العام، وقال له والله خا نعرف ندير لك سواد العيالات، ندير النقاب حتى نقرب لك ونحشي فيك الشفرة. إذا ما كانتش هذه هي داعش، أنا ما كنعرفش شنو هي داعش. هذا هو الإرهاب. هذا باسم حبه للملك يريد أن يقتل في الشارع العام، وباسم حبه للوطن يريد أن يغتال رجلا بريئا. الطوطل ديالها كاع خصو يحاكموا ويدخلوا للحبس ويجبدوا كاع. لكن ليس القتل في الشارع. فين خليتي القضاء والقانون يعني البلاد سيبه، غابه، شريعه الغاب وشريعه الناب. يعني باسم الوطنيه يريدون تخريب الوطنيه. وطيب انا كنقول هذاك العجوز اللي مثلي، وقلتها له دابا نعاودها في هذا اللايف المبارك، ها هو اسعد الشرعي. وكانوا كيخاطبوا الملك عباد الله، كيقولوا له واسيدنا ما يدخلش، واسي الحموشي انت كيدخل هذا، دخل هذا والله ما نعيدو، والله ما نذبح الاضحيه، والله ما يدخل. يخاطبون رجال الدوله واحدا بانهم ما يمكنش يدخل ابدا. فاصبحوا دوله داخل الدوله، يأمرون وينهون رجال الدولة. وطيب أنا أقول لكم، ها هو أسعد الشرعي دخل الخوت، دخل وكيتسارى وكيعيد مع المغاربة، وها اللي كيقترح عليه السوارت ديال دار مراكش، ها اللي كيقترح عليه سوارت دار بيضاء، ها اللي كيقترح عليه دار في طنجة. هو كيتسارى وكينشط وكيذبح الحوالة مع عباد الله، وكيدير اللايفات من طنجة لمراكش مرورا الدار البيضاء، في اكادير، مارينا، ما خلى فين كيمشي، وبخير وعلى خير. وفين انتم اصحاب العجوز ايها الذين تأمرون رجال الدولة والمخابرات والبوليس وتأمرون الدولة باكملها ان لا يدخل هذا الرجل؟ فانتم والله لقد هزمكم، والله لقد هزمكم. وانا بالمناسبة احترم الإخوان الذين كانوا في هذا السياق ولا يرغبون في دخول أسعد الشرعي. وأنا كنقول لكم أسعد الشرعي بالنسبة إلي عادي، رجل عادي ضيف، قال ما قال واعتذر، والدولة سمحت له بالدخول، ونبينا عليه الصلاة والسلام. وأنا كان استقبلته ذاك النهار في طنجة، وهذا غير نكاية في هذاك الشيبان اللي قال غينحر، نكاية فيه. وباقي نقلب على اسعد الشرعي ونتسارى معاه المغرب كامل ويجي ينحرني حتى انا. هاد الناس الان صافي خص المواجهه معهم، ما بغوش يحشموا. لكن اقول كنحترم بعض الناس اللي هما في هذا الخط، ولكن عندهم واحد النوع ديال السمت، يحشموا، ما كيفحشوش، ما كيسبوش، لا يتوعدون لا بقتل ولا بضرب، لكن لهم راي يقولونه. والله هاد الناس على راسي وعيني، ما عنديش اشكال.